خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والاه جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علم ما قدرة رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم
بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بودي وحبي ما أعطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه
وقد غدت لك دار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خبري 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 يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد انعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة حفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمتي وأمي التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على أكياد الدرة وصونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة
معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فطر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. حضرك رسول الله فكرم رسول الله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.
أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثاني، فأزار اليمن غرد واستضيعوا بجمال فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا صلوا على النبي بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعت. يا رسول الله الله جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. وفلرب كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجودي يا رسول الله المصطفى الذي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana wa habibina rasulillah Muhammad bin Abdillah La hawla wa la quwwata illa billah Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid daraini amin لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يجد في معاملة الحق ما يجد أهل الشهوات في شهواتهم من اللذة والحلاوة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa ardah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. La yablughul abdu, tidaklah sampai seorang hamba haqiqatal imani, sampai kepada hakikat keimanan, iman yang sebenar-benarnya. Sampai kapan? Hatta yajida fi muamalatil haq, sehingga dia tadi itu merasakan hubungannya dengan Allah yang berupa beribadah kepadanya, ma yajidu ahlus syahwati fi syahwatihim, sebagaimana mereka orang-orang yang ahli syahwat, mereka yang ahli maksiat merasakan maksiatnya. Mereka, kita ini sebagai umat yang beriman kepada Allah, tidaklah akan mencapai hakikat keimanan sehingga kita menemukan lezat daripada ibadah sebagaimana mereka ahli syahwat, ahli maksiat, mereka merasakan kenikmatan dengan maksiatnya. Seberapa nilai iman kita bergantung berapa kita merasakan kenikmatan kita bermunajat, berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran 10% kita merasakan nikmat, 5% merasakan nikmat, bahkan mungkin sama sekali tak ada kenikmatan di dalam baca Al-Quran. Itulah keimanan kita. Kita bersolawat, berzikir, bermunajat. Seberapa kadar hakikat daripada keimanan kita tergantung seberapa kita bisa merasakan lezatnya beribadah sebagaimana ahli maksiat merasakan dengan maksiatnya. Kita ini lebih merasakan cenderung ke maksiat. Tidak bisa kita pungkiri antara taat dan maksiat. Kalau kita presentasikan, lebih banyak kita merasakan kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah. Nah, nikah belajar nikah. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan seperti itu. La yablughu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haq ma yajidu ahlu syahwati fi syahwatihim fil ladzati wal halawah. Mereka merasakan nikmat, merasakan manis mereka bermaksiat, mereka merasakan bahkan bangga dengan maksiatnya. Bukan hanya mereka malu dengan bermaksiat, justru kita yang malu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu dengan pakaian santri kita, kita malu dengan pakaian islami kita, bahkan mereka bangga, maaf, dengan mereka dengan pakaiannya yang compang-camping, mereka bangga dengan pakaiannya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita diberikan hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat merasakan ibadah kepada Allah sekalipun beberapa persen. Untuk 50% itu tak bisa. Sehingga apa? Sebagian daripada mereka ketika mereka melakukan sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasakan panasnya api dunia padahal rumahnya terbakar yang sangat hebat. Mereka lebih cenderung menikmati munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, kalau seandainya ahli surga merasakan sebagaimana aku merasakan, sudah bisa bermunajat dengan merasakan kenikmatan seperti ini, maka niscaya cukup bagi mereka sebagai kenikmatan. Masuk surga benih karena keakanan, karena kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami, kata mereka, sebelum kita masuk surga sudah merasakan kenikmatan itu. Kalau saja penduduk surga merasakan seperti apa yang kita rasakan,
nikmatnya bermunajat, lezatnya, manisnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya cukup bagi mereka penduduk surga sebagai kenikmatan ini di dunia. Sebelum masuk surga sudah merasakan mereka daripada nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, oleh karenanya mari kita berusaha ibadah kita tingkatkan. Jangan asal-asalan berzikir, jangan asal-asalan baca Al-Quran, jangan asal-asalan kita sholat, jangan asal-asalan kita sholawat. Kita rasakan biar ada setrum, ada hubungan. Nah ini semakin kita merasakan belajar, insya Allah walaupun tak persis bagaimana mereka yang lupa, nikmat dengan lupanya, nikmat manis dengan syahwatnya, jangan kecil hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa nikmat tersebut kepada kita sehingga kita dapat merasakan halawatul ibadah, halawatul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sayfi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda واكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لدى سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سر وحمل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكك إرشادك لأهلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء إحسان والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وشورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب جميع البلايا واجعلنا يا رب جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.